السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم عاملين إيه؟ أكلة في دقيقة، لو أنتِ تعبانة ومش قادرة تعملي أكل تعالي ورايا وهاخليكِ تعملي أكلة بنشتريها بمبالغ باهظة جدًا، هتعمليها في البيت بأقل التكلفة. عملنا الفطير الشرقي بطريقة سهلة وبسيطة جدًا وهتعجبِك جدًا. يالّا بينا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد ونشوف إحنا عملنا الجمال ده كله إزاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا فطير عادي جدًا من عند الفطاطري، اللي هو الفينو، الفطيرة العادي جدًا. الفطيرة دي مش عارفة ب5 جنيه أو ب3 جنيه. جبناها وكان عندي بواقي صدر فرخة كده عملته زي الشاورما، اديته توابل شاورما وقطعت عليه فلفل وطماطم وبصل حطيته كده على النار بقى شاورما عادي جدًا. لو أنتِ حابة تعمليه تحطي سجق براحتك خالص، حابة تحطي آمم لحمة مفرومة أو لحمة متعصجة براحتك خالص وتدخّليها الفرن، هتحطي معاها أي صوصات أنتِ تحبيها. أنا حطيت كاتشب ومايونيز ومستردة وصوص باربيكيو، ولو حابة تحطي زيتون وجبنة موتزاريلا هتبقى تحفة جدًا، جدًا وهتعجبِك وهتعجب كل الأولاد. وأكلة في دقيقة وهندخّلها الفرن، هتاخد بس يا دوب كده من طعم بعضها، والجبنة لو هتحطي جبنة تسيح، أنا ما كانش عندي جبنة بصراحة. و وبس كده، ودخّلناها الفرن وطلعت سخنة، حاجة دمار، حاجة كده حلوة جدًا، 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 وبألف هنا وشفا، وافتكريني بدعوة حلوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.